اصحابنا عاملين ايه؟ اللهم اللهم صل صل وسلم وسلم وبارك على سيدنا اللهم محمد. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا اصحابنا؟ تعال النهارده عيد ميلاد ماما. شكرا ليهم الهدية الحلوة دي. هم عارفين ان عيد ميلادي، يعني بس بس انا انا عيد ميلادي دي مر من اسبوع او 10 ايام. نشيلها ولا ما نشيلهاش؟ عشان بص لما فاشتركوا اقطع وجابوا في لي التورته تحتيها دي مع باباهم. ربنا يصلح حالهم ويهديهم يا رب. بس عشان بس بعيد عشان شكرا لادم بصي وحبيبه، هم حبوا ان هم ايه، دي ورده كده، يعني مش للاكل، دي ورده صناعي كده يا اصحابنا. بس هي شكل التورته. بس ما يعني اقطع. كتر خيرهم ان هم افتكروني بالعكس وعملوا حاجه حلوه، يعني كده عملوا هديه كده حلوه. نبدأ نقطع. واولا يا تاخدي اصحابنا، والله دي احنا ولا دي متغيبين ولا عن دي ولا دي؟ الفيديوهات عشان احداث فلسطين. نوتيلا. ربنا يصبر اخواننا يا رب، ويعني ربنا ينصرهم يا رب ان شاء الله على عدوهم يا رب، ويزلزل الارض من تحت اقدام اليهود. ربنا ينصرهم الله يا دي رب. وحشاك كريمة قد كده النوتيلا. احنا حبيبه وادم حبوا انهم يصوروا بس معاكم يا كده اصحابنا، كده. يعني حبينا ان طب احنا اهدي طيب نفرحكم شويه اقطعها يعني. ما هيشوفوها. هم يفرحوا برضه، هم شايفينها يا حبيبه. حطيها انت بس مكانها عشان ما توقعيش الطبق. تقيلة. بتحركيها ليه طيب؟ عارفين تقطعوها ولا ايه؟ انا عارفه ان هم هيبهدلوا الدنيا. انا ما بهدلتش حاجه، هي اللي شغاله تمخمط فيها. طب انا عايزه اقطع معاكي. شفتي بس عشان نعرف نقطع. هتعرفوا تقطعوا؟ ما هي هم حبوا ان هم ايه، وقعت الشوكولاته. يفرحوا معاكم يا اصحابنا يا رب يعني نحاول نفرحكم شويه يعني. رؤية. لا كليها انت، يلا كليها انت. عارفه تقطع يا ده؟ انا ساعدتهم وقطعتها لهم يا اصحابنا، ان هي ما كانوش هيعرفوا يعني يتحكموا فيها ويقطعوها. قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. انا في كرتونتين وانا كنت بشيل في الكرتون. طعمها حلو. دي نوتيلا. نونو نونو يا حبيبي، عشان ما توقعيش على نفسك وتبهدلي نفسك. دي نوتيلا ودي الشوكولاته اللي هي التقيله دي الناس اللي بتحبها. وحشتونا يا اصحابنا. عاملين ايه في الدراسه وفي المدارس؟ ربنا يوفق الجميع يا رب. كلي يلا يا حبيبه. تحفه. انت هتفضل تاكل البندق؟ طعمها حلو. انت عندك بندق كتير. كلي وانا بتوصل البندق. بيتخانقوا مع بعض على البندق. يعني انا ما بحبش المكسرات، سبحان الله. هما بيحبوا المكسرات اوي. طعمها حلو. بص البنت خدت حته مني برضه. بالهنا والشفا. احنا اهم حاجه عايزين نقولها، انا بقول لحبيبه وادم برضو، وانتوا برضو زي اولادي حبايبي، عايزين يا جماعه كل ما نصلي وندعي لفلسطين ان ربنا ينصرها يا رب. ورد لفلسطين. والله ربنا ينصرهم يا رب ويصبرهم على الشهداء اللي عمالين يعني يستشهدوا. بس والله ده حاجة حلوة جدا، يعني هم رايحين الجنة يعني بدون حساب ولا أي حاجة، صبروا واحتسبوا كل شيء عند ربنا. والشهداء دول على طول في الجنة والله من غير أي حساب. فأنا دايما حتى بوصي آدم وحبيبة واحنا ليه بنصلي القطعه الرخمه يعني؟ ندعي ربنا. انت معايا ولا ايه؟ ندعي ربنا سبحانه وتعالى ونصلي قيام الليل، من احسن الصلوات وربنا ان شاء الله يستجيب فيها الدعوات. الساعه 11:30 بالعافيه عشان على فكرة ممكن الناس تصلي قيام الليل من بعد العشاء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي هو هيبقى صعب عليه ان هو ينام ويقوم يا اصحابنا، ممكن يصلي قيام الليل على طول بعد العشاء، زي ما تقدروا في. يعني اللي يقدر يصلي ركعتين يصلي 4 ركعات، 8 ركعات، 10 ركعات، 6 ركعات كده يعني. يصلي 70 وادعوا رقم. ادعوا لاصحابنا واهلنا في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب، وفي لبنان وفي سوريا. ربنا ينصر الناس كلها يا رب. احنا اسفين اللي احنا مقصرين خالص في الفيديوهات. غزة المناطق من اسرائيل. احنا مش قادرين اللي احنا يعني الايه ضربوا مصر احنا بس طلعنا عشان يعني نفرح معاكم ونفرحكم يعني بالفيديو البسيط ده. ويا رب نكون يعني حاولنا نرسم البسمة على وشوشكم يا رب. خلينا نجوق دي. حبيبة حبيبة ما صدقت اهو. يلا نشوفكم على خير ان شاء الله يا اصحابنا، وما تنسوش تدعمونا وتشتركوا ان شاء الله. يكون فيديو يعني خفيف على قلبكم. يلا قولوا لاصحابكم بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.